تسريبات خطيرة جدا تتداولها كواليس الكرة الإفريقية تتحدث عن طرد الجزائر نهائياً من المنافسات، مع وجود حديث متصاعد عن سحب الألقاب وفتح ملف ثقيل أمام أعلى هرم كروي في العالم. عند الساعة 9:43 اشتعلت الكواليس وتحول الهمس إلى ضجيج. ملف الجزائر أصبح رسمياً بين يدي رئيس الاتحاد الدولي فيفا، وسط سيناريو صادم قد ينتهي بإبعادها عن كأس العالم. نعم، باي باي المونديال. وفي خضم هذه العاصفة ظهر اسم مسعد بولوس في زيارة رسمية إلى الجزائر، أعقبتها مباشرة محطة السنغال، ما زاد من الشكوك حول اجتماعات سرية وترتيبات تطبخ بعيداً عن الأضواء. المفاجأة الكبرى إعلان المغرب بطلاً رسمياً في خطوة أشعلت الجدل وقسمت الشارع الكروي، وفتحت باب التأويلات على مصراعيه. القادم أخطر، والأيام القادمة قد تحمل أقسى قرار في تاريخ الكرة الإفريقية.